في بيوت كتير شكلها عادي، بس جواها حكايات محدش يحب يسمعها لوحده بالليل. اللي حصل في البيت ده ابتدى بحمام مقفول وصوت مية، وبنت دخلت وما كانتش عارفة إن في حد مستنيها جوه. دي مش قصة عفريت ولا حكاية قديمة، دي تجربة غيرت حياة بنت وأمها للأبد. ركز وطفي النور لو حابب، بس خليك عارف إن بعض الأبواب لو اتفتحت مرة صعب تتقفل تاني. البيت كان قديم قوي، من البيوت اللي أول ما تدخلها تحس إن الهوا تقيل وإن في حيطان شافت حاجات كتير وساكتة. سارة بنت عندها 19 سنة عايشة مع أمها لوحدهم بعد ما أبوها مات من سنين. البيت ده ورثوه وعمرهم ما فكروا يسيبوه، رغم إن سارة دايما كانت بتقول البيت ده مش مريحني. في ليلة هادية الساعة كانت داخلة على التانية بعد نص الليل، وسارة قامت تدخل الحمام. صوت المية كان عالي شوية والنور ضعيف. قفلت الباب وراها، وفي اللحظة دي حست إحساس غريب، إحساس إن في حد واقف قريب قوي. لفت بسرعة، مفيش حد. ضحكت وقالت لنفسها توتر وبس، لكن فجأة اللمبة نورت وطفت، نورت وطفت، والهوا برد فجأة. سارة قربت من المراية وساعتها شافت ظل واقف وراها، مش واضح بس طويل وساكن. صرخت وحاولت تفتح الباب، لكن الباب ما تحركش. خبطت بإيدها، ماما افتحي. الظل قرب خطوة وسارة حست نفسها مخنوقة. الأم صحيت مفزوعة، جريت على صوت ابنتها. أول ما قربت من باب الحمام سمعت صوت غريب، مش صوت إنسان، ضحكة واطية خارجة من جوه. الأم حطت إيدها على الباب وقالت بثبات اطلع برا، البيت ده بيت ربنا. وفجأة الباب اتفتح لوحده. سارة خرجت تجري، وشها أبيض وجسمها بيترعش. الأم حضنتها وبصت جوه الحمام، كان فاضي، بس على المراية كانت مكتوبة جملة بالمية: لسه ما خلصتش. من الليلة دي الحمام اتقفل بالمفتاح، وسارة ما كانتش بتنام غير والنور مولع. عداه أسبوع والحاجات الغريبة ابتدت تزيد. المية تشتغل لوحدها، أبواب تزيق، وهمسات في نص الليل. وفي مرة الأم سمعت صوت بينادي سارة. دخلت أوضة بنتها لقيتها نايمة، بس بتتكلم وهي نايمة. مش عايزة أفتح. وفي نص الليل موبايل سارة نور، رسالة من رقم مجهول: افتحي أنا هنا. الأم خدت الموبايل وكسرته على الأرض، مسكت بنتها وقالت إحنا مش لوحدنا. قعدوا في نص الأوضة والأم بدأت تقرأ بهدوء. كل ما الصوت يعلى الهمسات تقل والبيت يهدى، وفجأة سكون تام. الصبح الأم فتحت الحمام لأول مرة، كان نظيف هادئ ولا كأن حصل فيه حاجة. بس على المراية آخر جملة كانت بتختفي. الباب اتقفل المرة دي. من اليوم ده سارة رجعت طبيعية، ضحكت، نامت من غير نور، وما حصلش أي حاجة تاني. بس الأم كل ليلة قبل ما تنام تبص على باب الحمام وتتأكد إنه مقفول كويس، مش خوف لكن عشان في أبواب لو اتقفلت صح مرة ما ينفعش تتفتح تاني أبدا. دي كانت قصتنا النهاردة، ولو حسيتي بالقشعريرة يبقى الرسالة وصلت. اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان كل حكاية ليها باب ونهاية.